الو، بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا لكم من جديد مع أكلة جديدة مع الشيف عصام الهادي. أتمنى يا رب بإذن الله إن شاء الله الأكلة دي تعجبكم جدا لأنها أكلة ممتعة. يا ترى فزروا إيه هي؟ لما نجيب لحمة ونجيب بصل نجيب فلفل ونجيب توم مع لحمة وشوية بقدونس خضرة، يا ترى الأكلة دي هتبقى إيه؟ ومعاها طبعا أهم حاجة طبعا التوابل: الفلفل الأسود، كزبرة، شطة، كوكتيل، بهارات مشكل، كمون، ملح ابيض. كل دوت الاكله دي تحتاجها. الاكله اللي هي الاكله اللي اسمها الاكله الاقتصاديه، وفي نفس الوقت هي اكله شعبيه جدا. كل الناس بتحبها، كل الناس بتحبها، مفيش حد ما يعشقهاش. الاكله هي حواوشي مصري باللحمه عند الجزار. طبعا انا ما بحبش اللحمه المستورده، انا عن نفسي ما بحبش اللحمه المستورده. معلش يعني ممكن في ناس تجيب لحمه براحتها بقى، يعني براحتكم. هات مثلا لحمه برضك على قد الامكان، مفيش اي مشكله. سيام كده او كده ما فيش اي مشكله، المهم طعمها يبقى حلو باذن الله. سيام مستورد، سيام لحم الجزار، على حسب راحتكم انتم. المهم خلينا في المهم باذن الله عز وجل. بالنسبه للحواوشي، النص كيلو، نص كيلو الطبق، نص كيلو بيجي معاه ايه بقى؟ بيجي معاه 4 بصلات متوسطين. 4 بصلات متوسطين مش كبار، عشان ما حدش يجيب لي بصله قد كده كبيره، لا بصله متوسطه. 4 بصله متوسطه مع نص كيلو، مع نص توم، نص راس توم، مع شويه بقدونس. طبعا الحاجات دي كلها بتفرم عند الجزار، او لو عندك مثلا مفرمه في البيت، لو في مفرمه في البيت بفرم الحاجات دي كلها في نص كيلو. وقشر طبعا، قشر بصل، لسه دلوقتي هنقشر البصل، لسه حاجات ما اتقشرتش، لسه هقشر. طيب دلوقتي نخلينا مثلا في الاهم، في الحاجات المهمه دلوقتي حاليا. النص كيلو يعمل 6 رغيفه مع 4 بصلات، 2 فلفل، نص راس توم، شويه بقدونس. ده كده نص كيلو يعمل كام؟ 6 رغيفه. بتاكل عيله اهي. نص كيلو ياكل 6 انفار. تمام. ولو عملنا نص كيلو التاني، النص كيلو التاني انت بالك يبقى 6 رغيفه هو كمان. 4 بصل و2 فلفل ونص راس توم وشويه بقدونس. تمام. يبقى كده بامر الله كده، يبقى اذا الكيلو عندنا بيعمل كام؟ بيعمل 12 رغيف. الكيلو اللحمه بيعمل كده 12 رغيف حواوشي. بس ده نمبر 1 بقى، مش هروح اجيبه مثلا حواوشي مثلا هوهو ولا حواوشي الحاجات اللي هم بنسمع عنها دي. ناخد تعمل بنفسك، او هتعمل بنفسك وبايديك، حاجه يعني حاجه ليك انت بقى، حاجه يعني انت ضامنها. وطبعا يعني الحمد لله الكيلو مثلا ما بين 12 رغيف ل 14 رغيف. الكيلو بيعمل 12 رغيف او 14. بس انا عامه انا بعمل 12 رغيف. 12. اذا حب حد مثلا يعني يقلل شويه الكميه بتاعت الرغيف في الحشوه ويعمل مثلا كام، يعمل 7 و7 مفيش مشكله. نص كيلو يعمل 7 مفيش مشكله، يعمل 14 رغيف الكيلو مره واحده. بس انا حبيت يعني اقول لكم بنصص لكم ليه، حبيت اخلي نص كيلو لوحده ونص كيلو لوحده، بحيث لو في واحد على قد مقدرته، ما مش شرط ان انا اجيب كيلو لحمه. يمكن مثلا معلش عنده كام عيل مش قادر يجيب مثلا كيلو لحمه، فالواحد برك لازم يراعي ظروف الناس. يجيب نص كيلو لحمه ويعمل 6 رغيفه ولا 7 رغيفه ويوكل وياكل ويسويهم وياكل عياله، والف الف هنا. وانا والله قسما بالله ان حد عايز اي حاجه عينيا اعمل له. هنا صحابي هنا في الكويت، صحابي هنا في الكويت في كل مكان بيطلبوا مني، حتى صحابي في الشغل، صحابي مثلا في الحديقه او لعب القدم، كله بيطلب مني عصام، او في المسجد كلهم بيطلبوا مني. اللي عايز مثلا 20 رغيف، اللي عايز 10 رغيفه، اللي عايز مثلا 30 رغيف، عزومات. فانا الحمد لله العبد لله بقوم بها باذن الله. الحمد لله رب العالمين، يا رب نحمد الله عز وجل. دلوقتي بقى نستنى شويه قبل ما اقشر الحاجات دي كلها، وبعد كده نعود تاني باذن الله، نعاود تاني بامر الله.